السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا بإذن الله النهاردة هناخد البادي سيستمز اللي هي أجهزة الجسم. وكنا خدنا المرة اللي فاتت مقدمة عن الهيومن فيسيولوجي، وقلنا فيها يعني ايه أصلا فيسيولوجي وليه بندرس الفسيولوجي والليفلز اوف اورجانيزيشن اوف فانكشن اللي هم البيولوجيكال موليكيول، وبعدين اعلى منها شويه السيلولار اورجانيلز، وبعدين السيلز، وبعدين التيشو، وبعدين الاورجان، بعدين السيستم، بعدين الاكبر حاجه اللي هو الهول بودي. وخدنا يعني ايه سيل اصلا، اللي هي structural and functional unit of human body organisms. تمام. وخدنا الجنرال characteristic of cell، وخدنا يعني ايه organ، يعني ايه tissue، يعني ايه system. النهارده باذن الله هنبدا في البودي سيستمز، اجهزه الجسم. طبعا احنا عارفين عندنا في جسمنا اجهزه كتير، زي ايه؟ زي circulatory system الجهاز الدوري، والريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، والدايجستيف الهضمي، واليوريناري البولي، والماسكولوسكيليتال العضلي الهيكلي، والاميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي، والنيرفس سيستم الجهاز العصبي، والاندوكراين سيستم جهاز الغدد الصماء. نبدأ بأول واحد معانا هو السيركيولاتوري سيستم. طبعا أول ما بنسمع اسم الجهاز الدوري اللي بيجي في بالنا ان الدم بينضخ ويتنقل لكل اجزاء الجسم. طيب بيحصل pumping للبلاد ده عن طريق ايه؟ عن طريق الهارت، القلب، صح؟ طيب الهارت بيضخ بلاد، تمام، والبلاد ده بيمشي في ايه؟ مش بيمشي في بلاد فيسلز، تمام. يبقى السيركيولاتوري سيستم ده الجهاز الدوري بيتكون من الهارت اللي بيبمب بلاد، والبلاد نفسه، والبلاد فيسلز اللي بيمشي فيها البلاد، تمام. طيب ايه هي بقى الفانكشن بتاعت السيركيولاتوري سيستم؟ زي ما قلنا حالا ان الهارت بيبمبز and transport blood all over عبر كل البادي تيشوز، عبر انسجة الجسم كلها، تمام. بعد كده تاني سيستم معانا هو الريسبيراتوري سيستم. طبعا برضه اول ما بنسمع ريسبيراتوري سيستم بنفتكر ايه؟ respiration، صح؟ التنفس. طب احنا بنتنفس عن طريق ايه؟ النوز، وبعدين الاكسجين اللي بيدخل ده بيمر في الفارينكس اللي هو البلعوم، بعدين اللارينكس الحنجرة، بعدين التراكية القصبة الهوائية، والبرونكاي، وبعدين برونكيولز تيرمينال برونكيولز. كده دخلنا في منطقة اللانجز. بعدين اللانجز بقى الرئتين اللي بيحصل فيها اكسشينج للجازز، تبادل الغازات، بيدخل لها اكسجين وبيطلع كربون دايوكسيد عشان يطلع فيه الزفير، او اللي هو ايه، الاكسبيريشن، تمام. طيب ايه هي بقى الفانكشنز بتاع الريسبيراتوري سيستم؟ زي ما لسه قايلين حالا، بيحصل اكسشينج للجاسز، تبادل الغازات، بيدخل اكسجين ويطلع كربون دايوكسيد، exchange of carbon dioxide and oxygen، وتنظيم برضو الهيدروجين اي concentration، تنظيم نسبة ايون الهيدروجين في الجسم عن طريق البي اتش، تمام. بعد كده هناخد الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي. طبعا الجهاز الهضمي بيتكون من ايه؟ الفم بقى والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء، زي ما احنا كنا بناخد قبل كده زمان، صح؟ يبقى الأورجنز بتاعته الماوس، الفارينكس، مش هندخل على اللارينكس تبع الريسبيراتوري سيستم، لكن الديجستيف بيتكون من الفارينكس ثم الاسوفاجس اللي هو المريء، عشان الفود ينزل فين؟ في الاستومك، بعدين الاستومك، بعدين الانتستين، بعدين الساليفري جلاندس، بعدين البنكرياس، بعدين الليفر، بعدين الجول بلادر اللي هي الحوصلة المرارية. الفانكشنز بتاعته بقى طبيعي، وظيفة الجهاز الهضمي تعمل ايه؟ هضم وامتصاص الطعام، digestion and absorption of organic nutrients للمواد أو المغذيات العضوية، والsalts الأملاح، والووتر، تمام. بعد كده اليوريناري سيستم الجهاز البولي،
بيتكون من ايه؟ بيتكون من الكلية بقى والحالبين، وبعدين البلادر واليوريثرا والكلام ده. تمام. اليورينري سيستم الجهاز البولي بيتكون من الكيدنيز، بيبقى خارج منها كده الحالبين اليوريترز، بعدين البلادر المثانة، وبعدين اليوريثرا اللي هي اسمها ايه، مجرى البول او حاجة زي كده. تمام. طيب الفانكشنز بتاعت اليورينري سيستم ان هو بينظم البلازما كومبوزيشن. ازاي بقى؟ عن طريق ان هو بيتحكم في خروج المية والاملاح والاورجانيك موليكيولز. نقف عند الحتة دي ونشرحها كده بالتفصيل. ازاي بينظم تركيب البلازما؟ البلازما دي اصلا جزء كبير منها عبارة عن مية. تمام. تمام. طيب هو ازاي بينظمها؟ البلازما دي طبعا موجودة في الدم، هو بيتحكم في نسبة المية في الجسم. هو عارف يخرج مية قد ايه، عارف يخرج املاح قد ايه، عارف الجسم محتاج مية قد ايه. هو بيقدر يتحكم في كمية المية والاملاح اللي هتخرج من الجسم، فعشان كده بينظم تركيب البلازما في الجسم. بعد كده الماسكولوسكيليتال سيستم، الجهاز العضلي الهيكلي. طبعا بيتكون من ايه؟ من العضلات والعظام. ماسكولوسكيليتال يعني ماسلز وسكيلتون، عضلات وعظام. طبعا بقى كل الحاجات المتعلقة بيهم، الكارتليج، الغضاريف والتندونز، الأوتار والليجامنتس، الأربطة والجوينتس، طبعا المفاصل. تمام. يبقى الأورجنز بتاع الماسكولوسكيلتال سيستم عبارة عن الكارتليج، البون، الليجامنتس، التندونز، الجوينتس، السكيلتال ماسل. طب ايه هي الفانكشنز بتاعت الماسكولوسكيلتال سيستم؟ الجهاز العضلي الهيكلي يعني عضلات وعظام، مسؤولين عن ايه؟ اكيد بروتكشن وسبورتنج للجسم طبيعي، and movement وحركة الجسم عشان بنتحرك عن طريق العضلات، حركة إرادية طريق العضلات الهيكلية. تمام. and movement of the body و production of blood cells. إنتاج البلاد سيلز ده بيحصل فيه البون، هناخدها بعد كده إن شاء الله. إن بيحصل إنتاج للبلاد سيلز، هناخدها في الكريستيولوجي بإذن الله. إن بيحصل إنتاج للبلاد سيلز جوه البون. تمام. بعد كده الاميون سيستم، الجهاز المناعي. الاورجنز بتاعته بقى ايه؟ مناعة. مناعة يعني ايه؟ اول ما نسمع المناعة يبقى الليمف، الأوعية الليمفاوية والعقد الليمفاوية والسبلين، طبعا الطحال عضو مهم جدا في المناعة، والسيمس اللي هي الغدة التيموسية، واللايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء. تمام. الفانكشنز ايه بقى؟ وظيفة الاميون سيستم مناعة، هتعمل ايه؟ هتحمي جسمنا من الانفادرز، من الغزو الخارجي. ديفنس او ديفنس اجينست foreign invaders، بتدافع عن الجسم ضد الفورين invaders اللي هو الغزو الخارجي. return of extracellular fluid to blood، بتعيد الاكستراسيلولار فلويد للبلاد تاني، بتعمل فورميشن للبلاد الوايت بلاد سيلز عشان تقاوم او تهاجم الغزو الخارجي. بعد كده عندنا النيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي. اول ما نسمع الجهاز العصبي يبقى على طول هيتكون من ايه؟ اعصاب، نيرفس. و طبعا اهم حاجه في النيرفس سيستم ان هو بيتكون من البرين، المخ، عشان هو اللي هيطلع الاشارات العصبيه، وبعدين تتنقل عبر السباينال كورد وتمشي تروح للبريفرال نيرفس، الاعصاب الطرفيه، وبعدين special sense organs اللي هي أعضاء الإحساس. صح؟ يبقى أول حاجة البرين، بعدين السباينال كورد، بعدين peripheral nervous الأعصاب الطرفية، بعدين special sense organs. ايه بقى الفانكشنز بتاعت النيرفس سيستم؟ ان هو بيعمل regulation and coordination of body activities، بينظم بيساعد على تنظيم ايه البادي اكتيفيتيز، انشطة الجسم،
و detection of internal and external changes، يعني ان هو بيستشعر او بيحس بالتغيرات الداخلية والخارجية اللي بتحصل في الجسم، والconsciousness اللي هي حالات اللاوعي، والlearning التعلم، والcognition وهكذا. بعد كده ندخل على الاندوكراين سيستم اللي هو جهاز الغدد الصماء. الغدد الصماء طبعا احنا عارفين ان هي عبارة عن غدد لا قنوية، مفيهاش قنوات، بتصب الكونتنتس بتاعتها من الهرمونز فين جوه البلد عشان ما عندهاش قنوات. طيب يبقى الاندوكراين سيستم هيتكون من ايه؟ من اي غدة بتفرز هرمونز، all hormone secreting glands، كل الغدد اللي بتفرز هرمونات زي ما احنا قلنا، زي البنكرياس. البنكرياس طبعا احنا عارفين انها غدة مشتركة فيها جزء ايه، جزء اندوكراين وجزء اكسوكراين. والبيتيوتري جلاند دي اندوكراين، والثايرويد اللي هي الغدة الدرقية، والباراثايرويد الدرقية، والادرينال الكظرية. طيب ايه هي الفانكشنز بقى بتاعت الاندوكراين سيستم؟ ان هو بيساعد وبينظم أنشطة الجسم، regulation and coordination of activities، عن طريق ايه؟ الجلاندز دي. هناخد بعد كده برضو ان البيتيوتري جلاند هي مسؤولة عن تنظيم أنشطة ووظائف معظم الغدد الصماء في الجسم. فوظيفته الاندوكراين سيستم ان هما بينظم أنشطة الجسم زي الجروث، النمو. هناخد الجروث هرمون اللي بيتفرز من البيتيوتري جلاند، والميتابوليزم برضو في هرمونز هناخدها ليها دور في الميتابوليزم زي الكورتيزول. تمام. والريبرودكشن اللي هو التكاثر، والبلاد بريشر ضغط الدم، والالكترولايت بالانس توازن الالكترولايتات في الجسم. تمام. بعد كده الريبرودكتيف سيستم، اللي هو الجهاز التناسلي مسؤول عن التكاثر. الاورجنز بتاعته فيميل اورجنز وفيميل اورجنز، يعني اعضاء ذكريه واعضاء انثويه. الاعضاء الذكريه زي التستس، البينس، والدكتس، والجلاندز. الفيميل اورجنز زي الاوفرز، الفالوبيان تيوبس، اليوتيروس، الفاجينا، المامري جلاندز وهكذا. تمام. الفانكشنز ايه بقى وظيفه الريبرودكتيف سيستم جهاز التناسلي؟ اكيد التكاثر، production of sperm and ovum، هو ينتج الحملات المنوية والبويضات. و nurturing environment، بيئة مغذية للإمبريو اللي هو الجنين and fetus. بعد كده عندنا الجهاز الإخراجي integumentary system، أو بنسميه excretory system، هي هو الجهاز الإخراجي. بيحصل إخراج في جسمنا طبعا عن طريق الكيدنيز، طريق السكين، صح؟ طيب integumentary system الأورجنز بتاعته اللي هو سكين والسويت جلاندز، الجلد والغدد العرقية، تمام. ايه وظيفته بقى؟ انه يعمل protection from الانجري، حماية من الإصابة، and dehydration الجفاف، و defense against invaders، ويدافع عن الجسم ضد الغزو الخارجي، و temperature regulation نظم درجة حرارة الجسم عن طريق العرق. لما العرق ده بيخرج من جسمنا، طبعا احنا كده بنتخلص من الحرارة بتاع جسمنا، خصوصا في الصيف لان الجو بيبقى حر جدا، فالجسم بيعرق علشان يتخلص من المية والاملاح الزايدة والصن توكسينز كده، والحرارة الزايدة برضو في الجسم. تمام كده بفضل الله خلصنا البادي سيستمز. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعليقات حلوه كتير لان ده بيدعمني جدا، وبالتوفيق ان شاء الله، ونتقابل في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.